سلام حبوبات، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، تكون اموركم جيده، نفسيتكم مرتاحه، كل شيء هو هذاك، وعشركم مبروكه، تخرج عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر والرزق الوفير، واهم شيء الرضا والسعاده. اليوم جيت بغيت نتخاصم معكم العطرية. دائما في رمضان كنبغيو هكذا عطرية جديدة، وهذا كنعرفوا العطرية إلا كانت جديدة كتعطينا واحد اللذة. أكيد ما نكتروهاش، ولكن ودائما كنبقاو نقولوا العطرية ديال رمضان هكذا بحال كنتخلعوا شوية، بحال كنقولوا أن خصها تكون شي عطرية سبيسيال ولا شي حاجة غنزيدوها على العادة. للبنات غنوريكم عطرية بسيطة غير مكلفة، ناخدو القياس ديالنا اللي يفوتنا كاع شهر ديال رمضان، شهر ولا أكثر إن شاء الله. فبقاو معايا باش نشوفوا التحضيرات وهكذا باش ناخدو الجودة وبثمن أقل. كيف شفتوا البنات خديت طويصة د العطرية، غسلتهم مزيان، سقطرتهم تقريبا يومين هكذا، لكن الشمس ولا يتشمشوا هكذا الخشيبات هادو راكم عارفين، الا كانوا د البلاستيك ولا حتى هما هكذا ينشفوا مزيان مزيان مزيان، ماشي غير نمسحوهم، ينشفوا مزيان هكذا باش ما يغملوش لينا وما يبردوش لينا العطرية. الملحة أكيد ضرورية في كل بيت. هنايا مشيت عند العطار وخديت غير 10 دراهم، مسكين جبير 10 دراهم خرقوم و بزار، ونقيتهم هكذا عنده وطحنهم ليا. مسكين جبير، خرقوم، بزار، الكمون كيف شفتو جبتو حبوب، وكنقيه بشويه عليا، نقيه وهكذا ندفيه شويه ولا نحطوه في الشمس ولا باش عاد نطحنوه. هنا كي شفتوا الخرقوم البنات كيف قلت لكم ما بقاش كيف كان، ما عرفتش باش كيخلطوه. هنا كنقول لكم لا، هذا ما صالحش للماسكات لانه فيه انا خديته هكذا كعرق، ولكن البنات فيه شي حاجه ماشي هي هذيك، ما عرفتش صراحه شنو هاد الحاجه، ما عرفتش يعني ما صالحش للماسكات نهائيا. كنت كنقول لكم خرقوم عود زوين ماسكات، ولكن دابا البنات ما ديروش، انا فايت حرق ليا وجهي، ما ديروش البنات نهائيا نهائيا ما ديروش. فالا بغيتو ديروا واحد شويه مع تبريمه د الحنه فقط الوجه، لا 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 ما ديروش نهائيا. هنا كيف شفتوا ما درتش العطريه كامله، درت غير نص تقريبا هكذا باش ما تبردش ليا، خليها في البلاستيكه هكذا كتبقى حافظه على الريحه ديالها على داك الجهد ديالها. صافي كيف شفتوا هنا البزار غادي نديرو كامل لان 10 دراهم ما فيهاش بزاف. وكيف شفتوا كيعطيوك ديك الغربال ولا داك بوسيار ولا شنو كيسميه كل عطار وشنو عنده. كت كتختاري هكذا العطريه. انا صراحه غير واحد الحانوت حدانا وهو نيس كيطحن هادشي، صافي مشيت عنده وخديت هادشي و ودوزت هكذا فيه يدي، نقيته وطحنو. صراحه زوينه، عطريه زوينه وجديده، ولكن كيف قلت لكم الخرقوم شي حاجه فيه ماشي هذيك. والبنات واحد النصيحه، فاش تمشيو تاخذوا البزار ذوقوا شي وحيده، حيت عرفتوا شنو ولاو كيديروا، كيشدوا القزبور حبوب كيصبغوه وهو كيديروه مع البزار، فهكذا غير عشوائيا هزي شي وحده وشوفيها واش بزار ولا غير قزبر حبوب. هو القزبر حبوب زوين صحي، ولكن تنبغيو حتى البزار لان حنا ماشيين على اساس اننا ناخذوا البزار ماشي قزبر حبوب. اكيد خديت حتى القزبر حبوب، والقزبر حبوب فوائده عديده وصحي ولذيذ وكيعطي لطيابنا لذة، وكيجي مع جميع انواع الطبخ سواء مقيلات اللحم الدجاج، كيجي مع كل شيء، كيعطي لذة رائعة وكيف قلت لكم صحي. ولكن حنا ماشي باغيين حتى البزار، ف ما يخلطوش لينا هكذا العطريه. والله يهدي صراحه، الله يهدي الناس اللي كتغش. فكتاخدي الحاجه تكون ثمنها كيف ما كان، المهم راكي واخده ديك الحاجه، بحال مثلا عسل الحار ولا اللي كيقدر ياخذ راه كياخذ واللي ما كيقدرش. ولكن علاش تاخدي حاجه مغشوشه؟ هنا البنات خديت حتى ورقه سيدنا موسى، كامل كنعرفوا اللذه اللي كتعطي، لا في الحوت لا في ليبات لا في المقيلات هكذا لا في بزاف لذيذه لذيذه بزاف، كامل كنعرفوا انا كتعجبني صراحه ومن عشاقها. فهنايا حتى هي كنقيها، كنحيد دوك العويدات الغلاط، كنحيدو دوك اللي صفرين ولا اللي يابسين ولا، المهم حتى هي كنقيوها وكنديروها هكذا في علبه. واكيد فاش كنبغيو
نستعملوها إلا بانت لينا شي وحدة صفارت ولا فحنا كنحيدوها. المهم في الأول كنحيدو غير داكشي الكتير ما عندولاش نديرو هكذا دوك العواد وهذا. فغير تكون عندك غير هاد العطرية البنات كيف قلت لكم، بلا كثرة عطرية الحوت، كثرة هادي انا نقول لكم شنو يكون عندكم. والله يا البنات اللي ما غادي ديروا به جميع انواع الاكلات والحشوات وكل شيء. شوفوا العطريه يكون غير البزار، الخرقوم، السكينجبير، الملحه، ورقه سيدنا موسى، الكمون، القزبر حبوب، وتكون عندكم الصوص ديال الصوجا، ودوك المكعبات ديال الزعفران، وضامة البنه. اكيد ضامة البنه اللي ما بغاهاش ممكن يتفاداه، ولكن غير هادو كافي. بلا هاد عطرية الحوت، عطرية اللحم، بلاش. حنا عارفين ان مثلا الدجاج كيتواسى مع السكينجبير، ضروري من السكينجبير. عارفين ان اللحم ممكن نديرو غير البزار، خرقوم هكذا، فهمتوا؟ قزبر حبوب. يعني نتيا اللي كتميلونجي العطريه على الذوق ديالك. يعني غير هاد العطريه هي لا باز، وانتيا كتكوني عارفه كل عطريه شنو كيجي معها. بحال مثلا البنات الشرموله ما عندنا علاش نديرو فيها سكينجبير ولا الخرقوم معلق، فهمتوا؟ كتبدل ليها المذاق. مثلا حاش في الشرموله ولا في مقيله ما عندي علاش ندير فيها سكينجبير وما عندي علاش ندير فيها ما عدا الا كان فيها اللحم ولا الدجاج. هنا كيف شفتوا القزبر الحبوب حتى هو مازال ما نقيتوش. بحال هادشي البنات ما نبقاوش واقفين في الكوزينه، نمشيو نجلسوا التليفون قدامنا كنتفرجوا فيا ولا هكذا، تصنتوا ليا الا بغيتو ولا شي حاجه. وفي نفس الوقت كنقيو حنا جالسين، ما عندناش اي حاجه نحاولوا اننا نديروها باريحيه ونديروها بحب وما نزيروش راسنا. اللي قدرتي ديري تبارك الله، اللي ما قدرتيش ديري حتى اليوم الثاني. نقسموا البنات الخدمه، ما نبقاوش لا خصني كلشي نديرو في نهار واحد. كيف كنقولوا غير الموت اللي كتجي في دقه واحده. كلشي البنات بشويه بالمهل، لان داك الضغط لا ضغطتي راسك ولا غادي يجيو وليداتكم تلقاوكم معصبه، نتيا تكوني معصبه ما عندكش الخاطر ولا، فما تضغطيش راسك نهائيا. اي حاجه ديريها بحب. نهار نمشي نتقدى كاع، نهار نغسل هادو العطريه، نهار كل نهار، حتى راه غادي دوز غير سيمانه ولا عاوتاني غادي يتوسخوا. هادي العطريه غادي تنقص، حاجه اخرى كتقاده، الثلاجه كتوسخ، وهي غدا الحياه. فما عندنا علاش نضغطوا راسنا. انا البنات كيف شفتوا خديت حتى القرفه عواد، حتى هي زوينه راكم عارفين. كتجي زوينه بحال هكذا في السفه، كتجي في الحريره نلوحو واحد العويد. ما نديروش البنات قرفه هكذا مطحونه كتجي مسمسه في شي شكل، ولكن الا درتو عويد كتجي رائعه. انا كتعجبني صراحه نطيب القرفه عود هكذا، كتعطي لذه اكثر من حتى في اللحم هكذا، ولا كتعطي لذه احسن، والاذواق لا تناقش. هنا عندي العطريه ديال الكفته، ولكن كيف قلت لكم البنات ديك المره قلت لكم شنو فيها. هي هذه رائعه، جديده بزاف. هنا درتها في الثلاجه وما غاديش نجبد هذيك الجديده، واللي في القريعه كانت عندي قديمه فما غاديش نجبدها. ودائما البنات كنوصيكم ما نمشيو نتقداو حتى نحاولوا اننا نكملوا كاع داكشي اللي عندنا، وكل وحده وتقديتها، وكل وحده شنو كان فيها. شوفي انتي شنو كتحتاجي. فهنا دازت تقريبا عشيه ولا ليل هكذا، حتى لا غد لي كيف شفتوا القريعه رديت هذوك بليصاتهم و لا مازال ما داش عفوا. يلا سنجمع هاد العطريه غادي نخبيها عندي غير شويه، ما غاديش نديرها في المجمد. الا كانت كثيره ديروها في المجمد. قلت انا علاش غادي انا كنقول الحاجه تخسر عند مولاها، ولا علاش نجيبها تخسر عندي، فهمتوا؟ مثلا التمر ولا انا كناخذ كيلو بعد المره غير نص كيلو يتقاضى، واخا غير نص كيلو سيمانه، ونعاود ناخذ حاجه جديده. وهذا علاش نجيبها في الدار وتبقى تخسر ليا في الدار. عاوتاني العطريه نفس، واصلا العطريه ولا اي حاجه كتكون عند مولاها فكيعرف كيفاش يسير راسو، كيفاش يبيعها وهذا، فما كتخسرش عنده. عكس الا جبنا للدار فدائما نجيبوا القياس اللي غادي يكفانا، القياس اللي كنستهلكو، ما نقارنوش راسنا مع شي حد ثاني. حيت كاين شي حاجات كناكلوها حنا بكثره الناس ما كتاكلهاش، كاين شي حاجات ما تناكلوهاش حنا الناس كتستهلكها. فكل وحده تمشي على حساب شنو كياكلوا وليداتها، شنو كطيب هي، شنو كيعجبنا، وشنو اللي صحي اهم شيء. واكيد على حساب الميزانيه ديالنا. هنا كي شفتوا
راني طحنت القزبور، هذا يوم ثاني في طحنت القزبور من بعد ما نقيته هذا، والكمون ما طحنتش كلشي. القزبر كنت خديت تقريبا غير 3 دراهم، طحنته كامل، ولكن الكمون طحنت غير النص ديالو، نقيته كامل ولكن طحنت غير نص ديال الكميه، باش دائما كيف قلت لكم كتبقى ليا العطريه جديده. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، عطريه كتشهي نقيه، طحنينها على اليد، يعني مصايبينها على شهوتنا حنايا وشنو باغين حنايا. فكيف قلت لكم البنات ما عندي لاش نشوف وحده مثلا كطيب مروزيه اللحام، هذه غير هادو البنات، غير هادو، وما نكثروش العطريه كيف قلت لكم، لان العطريه ماشي كثرتها هي اللي كتعطي البنه، لا، الحب وفاش كديري شي حاجه بشغف وانك باغا طيبي للناس اللي عزاز عليك وهذا، فاكيد كيجي بنين. اكيد بعد المره كيجيك شي حاجه لا علاقه، ولكن كل مره راكم عارفين ان حنا الهرمونات النفسيه وشحال من حاجه، وبعد المره كتكون المشكل في شي حاجه، بحال مثلا شي خضره، مثلا خضره، قرعه خضره طلقات المروره ولا شي حاجه، ولكن دائما فرا الاغلبيه كيجي الطياب زوين. هنا البنات كيف وريتكم كنضيف حتى ضامه ديال الزعفران، وكنضيف حتى كنور، ولكن من الاحسن نتفاداو كنور. وصافي، كان هذا هو فيديو اليوم. كنتمنى انني نكون فدتكم، ونمشيو هكذا على ميزانيتنا، ونمشيو على الحاجه الزوينه. ومن الاحسن كيف قلت لكم العطريه دائما نمشيو نختاروها ونطحنوها على يدينا، وراه ممكن ناخذ حتى 5 دراهم، كان حتى 5 دراهم يطحنها لينا. كيف قلت لكم نمشيو على القياس ديالنا، المهم اننا ما ناخذوش الكريدي، ناخذو داكشي على جهدنا. ممكن ناخذ حتى 3 دراهم ونعرف كيفاش انني نقتصدها وتخرجني الشهر. المهم انها عندي واحد العطريه، عندي ما كيتسالني حتى شي واحد شي حاجه، يعني عندي نطيب، عندي ناخذ، ما عنديش نمشي على قد جهدي، ونعرف بحالاش نتصرف. وهذا كان هذا هو فيديو اليوم. كنتمنى انه ينال اعجابكم. الا عجبكم خليوا لي واحد لايك، صراحه صورت معكم شحال هادي وعجزت انني نحطو، فقلت لي مالا نشارك هذا الفيديو مع البنات هكذا باش ما يبقاوش دايخين شنو العطريه اللي كنحتاجو في رمضان ولا العيد الكبير. ولا هذه هي العطريه البنات، دائما هذا هو لا باز ديال العطريه، وحنا كنخلطو وكنصايبو. كيف قلت لكم الاهم اننا نصايبو داكشي بحب، واكيد اكيد غادي تجينا الماكله لذيذه بزاف. كان هذا هو فيديو اليوم. غير بنات كيف قلت لكم من الاحسن تزيدوا هكذا صوص الصوجا، كتعطي واحد اللذه رائعه. الحشوات هكذا وانا احتاجوها في رمضان، انا صراحه كتعجبني. وغادي نتقاسم معكم ان شاء الله حتى تقضيه تاع سيدنا رمضان ان شاء الله. اذا كان في العمر بقيه انا تقديت، ولكن باقي خاصني شي حاجات، انا ما غاديش نكلف على راسي، ولا غادي ندير داكشي اللي كنحتاجو، الحاجات اللي فهمتوا، الحاجات اللي كنحتاجو فقط. وكل حاجه انا كناخذها من بلاصه، فانا كنتقدى من بزاف د البلايص. داكشي علاش مازال لي شي تقديات، ولكن نقدر نشارك معكم حتى نكمل التقديه الثانيه. وهكذا حتى نتوما تقولوا لي الا كنت شي حاجه نسيتها ولا فكروني فيها، باش هكذا حتى انا ناخذها. غير البنات ما نكتروش، ما نصرفوش بزاف، لا لا افراط ولا تفريط، ونردوا البال، لان بزاف ديال المواد الفاسده والمنتوجات اللي كتكون خسرات بيريمي وهذا انتهت الصلاحيه ديالها ولا كتخرج في هذا رمضان. فاكيد السلطات وهذا دايرين خدمتهم، ولكن دائما حنا ردوا البال. انا صراحه من الناس اللي ما كتردش البال لاضات نهائيا، فردوا البال البنات وردوا البال بزاف. ف كنت قلت لكم واحد المشكل كان وقع، كنت غير ربي كنت راده البال، وكنت بكامل قواي العقليه. بعد المره كنوضو نطيبو حنايا كاع ما كاين عقلنا، فكنفتح الخل، هذا الخل الصفر، كنشم واحد الريحه في شي شكل، ولا بس ما قلتش ان الريحه جايه من لافابو ولا شي حاجه، ولا جاتني ريحه في شي شكل عمري ما شميت بحالها. تخيلوا ان ما طيحش بالك انها جايه من الخل. كنقول هاد الريحه في شي شكل، هاد الريحه في شي شكل، صافي لاباس انا مشيت سميت ولقيت ان الريحه جايه من الخل. الخل فيه واحد الريحه كريهه لواحد الدرجه، لواحد الدرجه غريبه. وكنت خديت واحد القرعه، عرفتوا عندهم ال5 دراهم تيديروا قرعه كبيره وقرعه صغيره، وكنت استهلكت القرعه الصغيره عادي ما فيها حتى شي حاجه، ولكن القرعه الكبيره كانت فيها واحد الريحه صعيبه.
فالحمد لله على لطف الله، فالله نبّهني وانتبهت هذا، فالحمد لله والشكر لله، ولكن ردّوا البال البنات. والله يكتب علينا ما كانش يبدل الخير والله يبعد علينا وعليكم كل الشر. هذا كان هو فيديو اليوم، كنتمنى أنه ينال إعجابكم ونفيدكم ولو شوية، خصوصًا البنات الصغار، ولا غير نفكركم أكيد كنساو من حاجة كنكونوا عارفينها وكنساوها، سبحان اللي ما يسها ولا ينسى، فكنذكروا بعضياتنا بأشياء هكذا ولو كيف قلت لكم كنكونوا عارفينها وهذا. فبسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله، خليت لكم الراحة.